انا هقرا الرساله اللي الاخ بعتها. بيقول ايه؟ يا دكتور توفيق، لو انت عندك جراءه تقرا الرساله دي يا جاهل، انت وامك اكبر جهله. طب ايه اللي دخل امي في الموضوع؟ امي اكبر جهله؟ طب اسمع بقى يا استاذ، امي اللي انت بتتهمها بالجهل دي، اولا هي معاها لصنص اداب جامعه الاسكندريه دفعه سنه 67، ايام ما كانش في حد بيتجوز بيعمل، لا هي اتجوزت ايام ما كانش في حد بيتخرج من كليات. تاني حاجه يا بيه، الجهله اللي انت بتقول عليها دي اللي هي امي دخلت كليه الحقوق جامعه القاهره، فصلوها من كليه الحقوق جامعه القاهره قبل ما تبدا الدراسه، طردوها من الكليه علشان هي من عائله الفقي. راحت دخلت اداب في اسكندريه. الجهله اللي حضرتك بتقول عليها دي يا استاذ، اتمنى من الله ان انت تبقى زيها. هي بتصوم بالظبط اثنين وخميس على مدار العام، واول كل شهر، اول كل تقريبا في اشهر بتصوم فيها 10 ايام، وفي اشهر بتصوم فيها يوم من جميع الشهور العربيه. طيب اتمنى ان انت تكون زيها. ثالث حاجه او الاهم بقى، ان هي بتقرا القرآن كاملا مرة كل شهر. اتمنى انك تكون زيها يا بيه، يا اللي بتقول عليها انها جاهلة، وتصلي عدد الركعات اللي هي بتصليها على مدار اليوم. اولا هي بتصلي الفرض والسنة، وبتصلي حاجات غريبة كده بصراحة انا ما بعرفهاش، انا بتكلم بصدق. منها على سبيل المثال بتصلي الضحى، بتصليها 11 ركعة. حقيقة يعني انا في نفسي تبقى زيها. مادام الجاهل كده يبقى يا ريت كلنا نبقى جاهلة يا اخي. عيب عليك، عيب عليك. طب انت بتقول عليها ان انا جاهل، ماشي، طب انت تعرفها؟ عيب.